كما شاهدنا قبل قليل هزة بقوة 18 ريختر مع دخول محمد نور ورفاقه، وأيضا هزة أخرى ب20 ريختر بدخول ياسر القحطاني ورفاقه. هي مواجهة الكلاسيكو الكرة السعودية، الاتحاد والهلال في الدور الأول. عندما نتحدث عن الدور الأول كابتن حسين، هو دور دائما ما يحظى بالنتائج السلبية، يعني من خلال المواسم الثلاثة الأخيرة باستثناء ما حدث في الموسم الماضي، دائما تكون نتيجة الدور الأول هي التعادل السلبي، بمعنى أنها مباراة ذات تكتيك وطابع تكتيكي كبير. إذا كنا نتحدث عن الهلال الذي الفارق كبير 5 نقاط، وضعه أكثر راحة من الاتحاد الذي استمر بطريقة التعادلات مع سيد مانويل جوزيه الذي انتهى التعاقد معه والآن هو مستمر مع توني أوليفيرا. هو التباين الاوضاع نوعا ما هي اللي راح تحكم الاداء في المباراه بالنسبه لهذا اليوم. طبعا بمعنى الهلال بامكانه ان يفرط في نتيجه هذه المباراه من باب الامكانيه، لا من باب انه سوف يعمل على ذلك، ولا على العكس تماما. الهلال راح يجي لهذه المباراه وعينه تماما على 3 نقاط، ولكن يعني اذا لن يزعل اذا نعم، يعني بحكم انه متقدم مثل ما تفضلت ب5 نقاط، فإمكانية التفريط متاحة بالنسبة له، بينما بالنسبة للاتحاد غير متاحة البتة، فبالتالي هنالك ضغط أكبر. هي مسألة كيف يكون وضع لاعبي الفريقين بالنسبة لهذه المباراة. بهذه الكيفية يكون هنالك ضغط أكبر على لاعبي الاتحاد، وبالتالي أرى أن الهلال راح يكون أكثر أداء وأكثر تميزا في وجهة نظري. قد يكون مصيبة وقد يكون لا، ولكن هذا ما أستقرئ من واقع الآن أوضاع الفريق الآن حاليا، أن يكون الهلال نوعا ما في أدائه أكثر راحة من لاعبي الاتحاد إلى الآن، إما أن يفوزوا في هذه المباراة وإلا راح يكونوا في منأى كبير جدا عن أنهم يحققوا بطولة الدوري لهذا الموسم. أخضر يا عبد الله مرتاحين يعني حتى لو انهزم الهلال؟ يعني ما عندكم مشاكل؟ لا زي ما هذا ما يحدث في أجواء الهلال؟ مو المسألة أنه ما عنده مشاكل، ولكن يعني أقول لك يعني مسألة الضغط كيف تكون يعني بالنسبة للهلال بوضعه أنه عنده 5 نقاط في الرصيد، يعني تعطيه شيء من الاريحيه مقارنه بالاتحاد، الا خسارته معناها خساره للدوري في وجهه نظري. اتفق مع اخوي حسين. اللاعبين اتوقع الهلال اكثر هدوء، اكثر بيكون ارتياحيه من لاعبي الاتحاد اللي صار له من 8 مباريات 8 جولات ما فاز فيها الاتحاد، بغض النظر عن كاس الولد. انا اتكلم الدوري العام ما فاز الاتحاد، هذا ممكن يحمل عبء كبير على لاعبي الاتحاد، ممكن يكون عليهم ضغط مباشر حقيقه. ممكن الهلال يستفيد من النقطه هذه، والهلال في مبارياته الاخيره حتى لو يعني يلعب لك لاخر وقت ممكن يسجل باي لحظه، حتى لو ينتهي المباراه بوقت التعادل، يعني ينتهي باي لحظه يمكن يسجل الهلال. انت اول بدايه حديثك قلت انها مباراه 3 نقاط، بمعنى انه الهلال يدخل حسب ما نتحدث عنه انه هو مرتاح، يعني سيلعب حتى الدقيقه 89 ينتظر الهدف حتى لو كان في ال90. لا القصد انه وانت عادل الامر، القصد انه الهلال وضعه الان افضل من الاتحاد. اتكلم انه فرق ال5 نقاط والنقص مباراه واحده، اتوقع انه بمصلحه الهلال بغض النظر عن نتيجه المباراه متولى عليه. يبقى الان الهلال بيلعب يمكن ورقه رابحه اللي هي الضغط اللي